من سوريا مننتقل لمصر أم الدنيا، مع مكرمة أقل ما يقال عنها إنها ممثلة صلبة ومتمرسة ومستقلة تماماً. قدرت تكون نجمة لجمهورها من خلال أدائها المحترف وحسن اختيارها لأدوارها، ونجمة بحنانها وتفانيها لزوجها. بدي أطلب من الإعلامية ريما نجم والدكتور هراتش ساغ بازاريان يتفضلوا على المسرح تيعرفونا عن ضيفتنا الجديدة ويكرموها. وقفتها الآتي دكتور هراتش مع فنانة من القاهرة، نجمة مش من السهل إنها حلمت واجتهدت ووثقت بحالها وطورت كل معطياتها وطورت أيضاً أدواتها حتى أصبحت نجمة من الطراز الأول، تختار الأدوار الصعبة، قدرت كمان إنها تحمل أسرة وعائلة إلى الآفاق العلا. كذلك أسند لها أهم الأدوار وأصعب الأدوار وأكثرها تعقيداً. النجمة موجودة بيناتنا وهي زوجة نجم كبير غادر الدنيا إلى باريها، وله الرحمة ولها العمر والبقاء بجمالها وأناقتها. تفضل دكتور هراتش. شكرا. هي أيقونة من أجمل زمن، الزمن الجميل، وشهيرة بفنها الأصيل وبموهبتها التمثيلية الفذة بعيداً عن الابتذال. نجمة بأدوارها الهادفة وبأخلاقها وبحواراتها الصريحة، ونالت تقدير كبار الشخصيات وأبرزهم الرئيس أنور السادات عام 1973. بطلب من الفنانة الكبيرة شهيرة تتفضل على مسرح لاستلام درع الزمن الجميل. عن إذنك يا حبيبي، عن إذنك يا أخوي، عن إذنك. هتجيب لي كل اللي أنا عايزاه؟ اطلبي وأنت تشوفي. بس عارف يا فرج، بجد بقى هفارم عليك لما ضحكت على الواد وعملت إنك أبوه. ما تتكلم، سكت ليه؟ مساء الخير. أول مرة أجي من غير زوجي بيروت، فأنا يعني على قد ما أنا فرحانة إن أنا بينكم النهاردة، على قد ما أنا زعلانة إن محمود مش معايا النهاردة. فأنا التكريم ده أنا الأول بهديه لروحه، لأن هو ياما طلع على المسرح وأهدالي تكريمات. بحب لبنان، بحبها وبعشق أهلها الراقية، ودايما أقول إن لبنان بلد الحب والجمال والسلام والهدوء. لبنان اللي أهلها عاشقة فعلا للحياة وبتحب الحياة، ودايما بتقف في الأزمات كرجل. بتبقوا كلكم يد واحدة، كل حاجة فيكي حلوة يا بيروت. كمان بحب بقى أتكلم عن المهرجان. أنا قد كده كنت فرحانة لما الدكتور هراتش دعاني للتكريم. حقيقي أنا اتكرمت يعني كتير واتكرمت من رؤساء الحمد لله، ولكن النهاردة ده ليه بالنسبة لي ليه رونق معين وأثر يعني جميل جدا جوه نفسي. لأن
كان حاجة جديدة، لفتة جميلة من الدكتور هراتش إن هو يكرم الزمن الجميل. وكل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب في خير وحب وسلام، وشكرا لكم.